مرحبا بكم في رحلة غامضة إلى قلب مدينة فاس العتيقة، حيث تختبئ الأسرار في كل زاوية، وتحكي الجدران القديمة قصصا لم يسمعها أحد من قبل. في حي صغير بين الأزقة الضيقة والمنازل المتلاصقة، عاش الحاج إدريس، تاجر معروف بين أهل الحي بطيبته وكرمه. لكن في صباح خريفي غامض اختفى الحاج إدريس دون أثر، تاركا وراءه بيتا صامتا وألف سؤال. يقول الجيران إنهم يسمعون أصواتا غريبة تصدر من بيته ليلا، خطوات متثاقلة وهمسات غامضة تتسلل عبر النوافذ المغلقة. بدأ الخوف يزحف إلى قلوب السكان، وأصبحت الحكايات تتناقل في المجالس. حاولت الشرطة حل اللغز، لكن كل خيط من خيوط التحقيق قادهم إلى طريق مسدود. الأدلة قليلة والشهود صامتون، وكأن الحي القديم نفسه يحمي أسراره بحرص شديد. العجائز في الحي يتحدثون عن قصص قديمة، عن كنوز مخبأة وممرات سرية تحت الأرض. البعض يقول إن اختفاء الحاج إدريس مرتبط بهذه الأسرار القديمة، وأن الحي يخفي ما هو أعمق من مجرد مبان عتيقة. وفي لحظة مفاجئة اكتشف المحققون غرفة سرية خلف جدار قديم في بيت الحاج إدريس، وجدوا فيها رسالة مكتوبة بخط يد متعجل تحكي عن اكتشاف قد يغير تاريخ المدينة بأكملها. لكن الرسالة نفسها كانت لغزا جديدا يضاف إلى ألغاز الحي. هل سيكشف الزمن يوما ما حدث للحاج إدريس؟ هل ستبوح الأزقة القديمة بأسرارها؟ أم ستظل هذه القصة واحدة من حكايات فاس العتيقة التي تروى همسا في المجالس؟ أصدقائي، إذا أعجبتكم هذه القصة الغامضة من قلب المدينة العتيقة، لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وانتظروا المزيد من الحكايات المثيرة في الحلقات القادمة. دمتم في أمان، ونلتقي في رحلة جديدة قريباً.